شوفوا السعودية صارت، ها والله أحلى من أوروبا السعودية. أنا رحت العام للسعودية عجبت يا أخي، شنو هالتطور، شنو هالنظافة، شنو هالاحترام الناس. يعني أنا رايح حجي، يعني الشرطة يا أخي احترامات بكل احترام وبكل أدب. بس بالنسبة للكاظمي ما يسألوك أنت منين لا يا أخي، شنو عشيرتك، شنو طائفتك. لا يا أخي، ما لهم علاقة بيك، ما لهم علاقة بيك. أنا هواي يخوفوني ناس، الله وكيلك دير بالك. ما قالوا لك روافض؟ هو والله العظيم دير بالك من هذا باوع منا من تنزل ايدك. يعني ذولا اتفه خلق الله، والله تعاملهم ما ادري ايش اقول لك، اشرف من الشرف. بس هذول بالنسبه لي، هذول اللي لازمين حكم بالعراق، ذولا ما اعرف، ما اقدر اوصفهم. شنو اوصفهم ما اعرف، يعني من القذاره حشاكم. انا اتمنى كعراقي شيعي نحط ايدينا بايد هذا البلد العظيم والعظمه لله، نرجع الى احضان عروبتنا. يا اخواننا يا شيعة، وانا شيعي من النجف الاشرف، اتركوا ايران. ايران جلبتنا للدمار في العراق وفي سوريا وفي اليمن والان في لبنان. واحنا بالعراق لا عندنا زراعه ولا عندنا صناعه ولا عندنا تعليم ولا عندنا طب ولا عندنا امان، كل من وراء ايران الارهابيه، ايران الداعشيه. لا تسمعون كلام ايران الارهابيه، هذا شيعي وهذا سني. اخرجوا ايران المحتله في العراق وادخلوا الى احضان الخليج واحضان السعوديه، هذا البلد المعطاء، بلد الحرمين الشريفين.